السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا الفيديو ده هينزل قبل امتحان العربي بساعتين، سواء بقى انت هتسمعه بعد العربي تكون حلل في العربي كويس، حلل في العربي وحش لا قدر الله مش عارف ايه، ما تروحش تراجع. فكك بقى، اصلا العربي اكتر ماده فيها عبثيات وفيها اجابات مختلفه ومش عارف ده ليه راي وده ليه راي. اكرف لكل الاراء. روح خش في الماده اللي بعدها. تمام. تيجي بقى هتعمل ايه في الثلاث ايام ونص بتوع الفيزياء؟ انا عايزك كده تروح تفكك من حوار ان انا اعيد شرح تاني. مفيش حاجه اسمها اسمع فيديوهات شرح تاني من الاول وجديد. دي عبث حاجه انت ممكن تعملها في الثلاث ايام ونص، او حتى تسمع شرح مراجعه. انت هتراجع بنفسك، انت هتراجع انت بنفسك الابواب كلها. تمام. لو انت في حاجه انت موقع فيها، ارجع اسمعها تاني من فيديوهات المراجعه. ده لو حاجه انت موقع فيها، ما تجيش تقول لا ده انا ناسي المنهج هسمع فيديوهات مراجعه من الاول وجديد. ده تضييع وقت. انت هتكون فاكر المنهج، بس انت عقلك موهم لك ان انت ناسي المنهج، بس انت والله ما ناسيه. انا مش عايزك تضيع وقت في فيديوهات مراجعه، انا عايزك تحل اكبر قدر من الامكان على المنهج كله. هتقولي بقى من كتاب ايه؟ عندك كتاب التفوق ليالي الامتحان، عندك امتحانات سنين سابقه، عندك الاسترشادي، عندك 500 مصدر انت ممكن تحل منه في ليالي الامتحان. ما تجيش تختار ان انا اعيد شرح ولا اسمع مراجعه تاني. دي اغبى حاجه انت ممكن تعملها في حياتك. تمام. عندك بقى كمدرسين عاملين ليالي الامتحان، انت عندك مثلا مستر محمد عم معبود قال لك انا هبدا باب اول وباب تاني. اول يوم فيديو شرح، طبعا اللي عايز الشرح هو مش منزل اللي انت تسمع الشرح، لا انت ممكن تخش تحل مش عارف الباب الاول 75 سؤال والباب الثاني 83 سؤال حاجه كده. تمام، هيكون هو منزله، سواء بقى مستر محمد عم معبود او دكتور كيرلس. فاهم؟ هم قالوا لك اول يوم هيبقى باب اول وباب تاني، تاني يوم باب ثالث وباب رابع، خامس يوم مش عارف الحديثه، رابع يوم مش عارف ايه. تمام، هو هيكون رابع يوم تقريبا هيحل شوامل وبقى الاسترشادي وخلاصه الاسترشادي. ودكتور كيرلس قال لك هنزل لك افكار مستويات عليا. هم هيعملوا هم كحل، هم برضه هيعيدوا شرح. مثلا عندك مستر محمد سالم قال لك ايه؟ انا هبدا بالحديثه، وتاني يوم هيبدا بالعكس، هو ماشي بالمنهج بالعكس. وهينزل برضه امتحانات سنين سابقه 350 سؤال كهربائي. هو ما بيعيدش شرح، هو بيحل بس. فاهم؟ وده جدوله، ده جدول. هو هنا معتمد على الحل. هتقول لي بقى ايه احسن؟ هقول لك مش، بص بقى، مش بالاحسن ولا مين ولا استاذ مين ولا استاذ مين. انت لو بتاخد عند استاذ بتفهم منه، هيشرح، هيأكد على الافكار المهمه، مش هيعيد شرح، هيأكد على الافكار المهمه في ليالي الامتحان. وهيحل مثلا امتحانات سنين سابقه، هيحل الاسترشادي، هتشوف تعمل ايه. بس ما تجيش تقول لي لا انا هسمع شرح، اصل انا واقع في المنهج، اصل انا هعمل وانا هعمل اسوي وانا بضيع وانا. الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تسمعها في ليالي الامتحان دلوقتي الحاجه اللي انت واقع فيها. ما تجيش تقول لي لا انا هعيد شرح. انا حذرت كذا مره من الحوار ده يا جدعان. انت بقى لو بني ادم قررت تكرف لكل مراجعات المدرسين وتمشي لوحدك، عادي ممكن تعملها جدا. لو انت هتحل لوحدك، انا اقول لك ابدا بالحاجه اللي انت شايفها صعبه. يعني انت مثلا بني ادم شايف الباب الثاني صعب، ابدا بيه. شايف الباب الثالث صعب، ابدا بيه. مش شرط الكل شايف ان الحديثه صعبه فيبدا بيها، او شايف ان هو يبدا المنهج من الاول فيبدا بيها. لا، دايما ابدا بالصعب، عشان ده لما يخلص هتحس ان في حمل اتشال من على قلبك، وبقى هتكمل بايه؟ كلك حيويه ونشاط. خلاص انا خلصت الصعب واكدت عليه وحليت عليه، الدنيا تمام، فكمل من المنهج للاخر. فاهمني؟ في النهايه بقول لك ما تخليش في بالك دايما ان الفيزياء صعبه وانا مش هعرف احل، والاسئله لو جت صعبه انا مش هعرف احط ايدي في الكتاب، وانا مش عارف ايه، وانا بغلط بال 15 سؤال. لا، ده انا بعاني. ما انت طول ما انت عمال تقول انا بعاني وانا بعمل ومش عارف وما تسويش، طب ما انت ما بتعملش. انت واقع في باب بتغلط فيه كتير، طب خلاص خش اظبط الباب. بطل ان انت تصيح او تقول لا ده انا بعاني، عشان ما حدش تقريبا مهتم بمعاناتك. لازم ان انت تحل المشكله بايدك، لان بجد ما حدش مهتم بجد. فانت لازم تغير الحاجه اللي انت بتعاني فيها بايدك. خش اسمع المراجعه، خش حل، خش ظبط امتحاناتك، خش ظبط دنيتك. ما تفضلش تقول ده انا بعمل وانا بسوي وانا بعاني وانا بعمل. فكك من الحوارات دي كلها، كل واحد بياخد على قد مجهوده. والسلام عليكم.